اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم اكله جميله قوي وموفره جدا 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 ورخيصه وفي نفس الوقت سهله، وعمايلها سهله جدا ومش دبكه ولا اي حاجه خالص. هنديك شويه سمك كده شبار حلوين. رحنا السوق لقيناه صابحين وجمال صابح والله يا حبايبي. يعني كان صابح كده وما شاء الله. الست اللي بتجيب السمك دي اسمها ام خالد في السوق، انا بتعامل معاها. يعني العربيه كانت بتجيلها كده والسمك كان صابح طازه زي ما بيقولوا. اسمه سمك شبور، اللي هو السمك البلطي الصغير ده، لو انت مش عارفاه. لا انا بقى بعرفهولك اهو. يعني انا جبت كيلو ونص ب10 جنيه، اه والله كيلو ونص السمك ب10 جنيه زي ما انتم شايفين اهو. اكلة سمك، بس ايه مش قادره اقولك اكننا قاعدين في اسكندريه. بصوا، كنت جايباها بقى وحطيتها ايه يعني شويه كده تتشبر كده عبال لما اشوف اللي ورايا وكده. لقيتها تلجت على طول، الفريزر عندي بيتلج، لقيتها تلجت على طول. وبعد كده طلعتها بقى، قلت طب عشان ايه يعني اعملها وكده معاكم واعلمكم ازاي تشووه وازاي تنضفوه وازاي تعملوه كده، وسهل جدا. والدقه بتاعته بقى يعني انا مش قادره اقولك. بس اوعي تنسي اللايك، يلا بقى حطي لايك لو لسه ما حطيتيش اللايك. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي عندي في القناه، دوسي على الزرار الاحمر ده اللي جنبك وفعلي الجرس، قولي الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. بصوا بقى انا بوريكي السمكه. بصي مش قادره اقول لك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. السمكه شكلها جميل جدا، يعني اكنك بصي. وفعلا انا بصور، انا عايزه اتصور مع السمكه. شكلها جميل جدا جدا. بص انا بفتحها كده بالطريقه دي. في ناس ما بيفتحوهاش، انا بس انا مش عارفه. انا مره رحت اسكندريه وطلبنا شروه سمك، جابوا لنا السمك مش مفتوح. قالوا لنا هو كده السمك الصابح بيلف على طول هو ما بيبقاش واكل قوي، وبيلف يعني الصغنن ده ما بيبقاش واكل قوي. الراجل قال لي كده، قال لي ما يعني ام خالد دي جي قالت لي ما تفتحوش. قالت لي بيلف على طول الاكل بتاعه وما بيعملش اي حاجه خالص. بس انا بيني وبينكم كده فتحته. يعني انا بحب النظافه قوي بالذات في السمك، وبحب تطهيره بالخل وبالليمون وشويه ملح كده. وبعد كده بحب ايه يعني انضفه كده. بس طبعا ده ايه، نضفته كده تحت الحنفيه وفتحته بسرعه بسرعه معاكوا اهو. بنضفه تحت الميه الجاريه اهي. وبصوا حطيته بقى كده وفتحته بردك ونضفته تاني. وبعد كده بقى ايه، جبت شويه ايه بقى، الرده بتاعت السمك المشوي. بتجيبي شويه رده كده ب3 جنيه من العطار. بتقولوا ردة سمك مشوي عشان في ردة خشنة وفي ردة ناعمة. بتقولوا ردة بتاعت السمك المشوي اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا صابح وجميل وبيلمع زي ما بيقولوا والله. اهو الاكله دي جميله قوي، بنحب يعني نقزقز فيها كده. هي بتبقاش يعني مش اكله رئيسيه، بس بتحبي كده تقزقزي فيها كده وانتي قاعده مع اولادك وجوزك وكده. بصوا جبت شويه بتاع ده، اللهم صل على النبي، رده اهو. وحطيتها بهرتها بقى، حطيت شويه شطه. وحطيت شويه ملح قد معلقه كده، معلقه شطه ومعلقه ملح. قلبتها كده في بعضها اهو، في بعضها. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. هبدأ بقى احط ايه السمكة كده وايه واعفرها بقى كده ايه في قلب ايه اهو. بصوا حطيت السمكة اهو، عفرتها. الاول 3 دول ما عملتهم زي ما ام خالد قالت لي. سمعت كلامك يا ام خالد، بس مش ما حبيتهوش رميتهم الصراحة. بس بعد كده فتحت بقى، بصوا اه مفتوح بقى ده. وبصوا عفرتها اهو في الردة. تعفريها كويس بعد ما تغسليها على طول، عشان يبقى في ميه كده منجي ميه، تلاقي الرده لزقت في قلب الايه، في قلب السمكه. ندى بنتي بقى قاعده جنبي اهي، هي اللي كانت بتساعدني في التصوير. ربنا يخليها لي يا رب، ويحرسها ويحميها ويحفظهم كلهم. بصوا اهو بعفرهم اهو. بصي بقى، اي بقى عندك طاسه، حاجه قديمه ما بتكونيش بتستخدميها خالص غير للسمك. انا لقيت صينيه تيفال، يعني كنت ركناها بيني وبينكم. كنت ما بستخدمهاش خالص، لان انا اول مره اعمل السمك ده. جبت شويه زيت عفرت بيهم الصينيه كده. وجبت شويه رده. بصوا الرده دي حلوه جدا لما بتحطيها على الزيت. بتمنع بقى ايه ان السمك بتاعك يتحرق او كده، بتحوش يعني زي ما بيقولوا. ولازم بقى العين تبقى سخنه، الصينيه تبقى سخنه مولعه. اه عشان تحطي السمك. يعني انا دلوقتي بشوف والله العين لقيتها كنت قافله، بس انا المفروض كنت افتح عشان الرده تاخد ايه تشم النار. او بدات بقى فتحت على بصي الرده شمت النار اهو. فاحط على طول السمك بقى. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو.
هنزل على طول بالسمك. اهم حاجه العين تشغليها على اعلى درجه، لان السمك ده بيعوز نار عاليه. اهو بصوا، عشان يستوي بسرعه. هو بيستوي بسرعه، ما بتقعدش يعني. السمكيه مثلا بتاخد 3 4 دقايق وبتقلبيها على الناحيه التانية، او اقل كمان. اهو بصوا، اهم حاجه بقى تكوني ايه يعني الدقه بتاعتك متحضره بقى. هقول لك برضك بتتحضر ازاي الدقه دلوقتي بتاعت السمك المشوي او اي سمك انتي بتشويه. ممكن برضك الدقه دي تنفع للسمك اللي بتشويه في الفرن. انت ممكن على فكره تشوي في الفرن في الصاجه اللي من تحت، بس انا ما حبيتش يعني، حبيت الايه الشوي يبقى من فوق كده، وجارتي قالت لي ايه يعني شوي من فوق احسن. اهو بصوا، زي ما انتم شايفين بنشوي اهو. جميل جميل جميل، مش قادره اقول لكم على الريحه، مش قادره اقول لكم. اكيد وصلت لك، اكيد الريحه وصلت لك. طلعته اهو. بس اصلا ايه بقى، هبدا بقى احضر الدقه اهو. باحطه على طول أول ما بيطلع بقى كده على طول في الدقة. أهو بصوا باوريكي بقى الشوي أهو بتاعه. إيه رأيك في السمك يا فريدة؟ إيه رأيك في السمك يا ندى؟ أهو بصوا، وأولادي بقى بيقولوا لكم رأيهم في السمك الجميل ده. أهو بصوا بنشوي أهو. بس طبعا انتي تكوني بقى، انا كنت محضره الدقه بس التصوير بتاع الدقه ما جاش. هقول لك الدقه دلوقتي اول ما بيطلع سخن بيتحط جوه الدقه بتاعته اهو. بصوا اقول لك بقى عملت الدقه ازاي. جبت كده حوالي 6 فصوص من الليمون، وعصرتهم وراس توم، وجبت معلقه كزبره ومعلقه بابريكا ومعلقه شطه ومعلقه بهارات سمك، ونص كوبايه خل وكوبايه ميه. كل ده في البوله اهو. حطيت الليمون معصور اهو، والثوم فص ثوم، راس توم وكزبره معلقه ومعلقه بابريكا ومعلقه شطه ومعلقه بهارات سمك ونص كوبايه خل وكوبايه ميه. وقلبت بقى، وشويه ملح طبعا ما ننساش الملح. انا كنت مملحه الرده، بس هنملح بردك تاني الايه الدقه بتاعه السمك المشوي. السمك ده جميل قوي، وبالذات بقى لو بتاكليه بقى كمان ايه بالعيش المفقع. يا خراشي مش قادره اقول لكم، كان عندي شويه عيش مفقع والله العظيم من زمان، وقلت بقى لازم اكل السمك ده بالعيش المفقع اهو. اهو بصوا، حطيت الليمون بردك هنا ايه يدي طعم وريحه اهو. اول ما نزل بقى السمك على طول، اول ما طلعته من النار حطيته على طول في الدقه كده. التصوير اهو جه اهو، جه بالسلامه. لو لسه ما عملتيش اللايك اعملي ايه؟ لايك. قولي لهم يا فريده اعملي ايه؟ لايك. اعملي ايه؟ لايك. لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك بسرعه، ولو الاشتراك لسه ما عملتوش اشتركي وفعلي الجرس. بتقول لكم فريده وندى. بصوا حطيت شويه جرجير بقى، غسلتهم كويس ونقعتهم كده زي ما بننقع الخضره عشان يبقوا زي الفل. وحطيت بقى ايه الجرجير بقى والليمون وشرايح الليمون الجميله. وبالهنا والشفا يا رب على قلوبكم. جربوا السمك ده، هو موجود في السوق دلوقتي على فكره، وكلنا هنجيبه باذن الله بعد الاكله الجميله دي. بصوا منظره عامل ازاي. يلا كل سنه وانتم طيبين. باي باي يا حبايبي.